عمرك فكرت في الذنب اللي محدش شايفك وانت بتعمله؟ الذنب اللي بتعمله في أوضة مقفولة في نص الليل وانت عارف إن مفيش حد شايفك غير ربنا. دي مش بس غلطة، دي اسمها ذنوب الخلوات، ودي ممكن تكون أخطر بكتير من الذنوب اللي بتتعمل قدام الناس. طب هي يعني إيه ذنوب الخلوات؟ هي الذنوب في الخفاء، يعني هي الذنوب اللي البني آدم بيعملها وهو لوحده، من غير ما حد يعرف ومن غير ما حد يشوفه، لكن هو ناسي أو متناسي إن في كاميرا شغالة عليه 24 ساعة. فربنا سبحانه وتعالى قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يعني بيستخبوا من الناس بس ناسين إن ربنا شايفهم وبيشوف كل حاجة. هي ليه الذنوب دي أخطر؟ لأن الذنب في العلن بيكون عندك حياء وإنت بتعمله، لأنك بتخاف تتفضح وبتتكسف تعمل الغلط قدام حد. لكن لما تغلط وإنت لوحدك ده معناه إن في مشكلة في قلبك. أيوة، لأنك اخترت إنك تستخبى من البشر بس ما استخبتش من رب البشر. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه لما قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يا ترى ليه؟ ومين الناس دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عرفهم وقال عنهم: أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني أول ما بيبقوا لوحدهم مطمنين إن مفيش بشر شايفهم بيكسروا حدود ربنا وبيغلطوا كأن مفيش أي حد شايفهم. طب هو إيه اللي بيحصل للقلب مع الذنوب دي؟ ذنوب الخلوات بتعمل حاجة مرعبة في قلب الإنسان، بتخليه يحس إن الذنب عادي وقلبه يتبلد وما يحسش بتأنيب الضمير، والذنب بيتحول من غلطة لعادة، وبدل ما الواحد يستغفر لأ، بيخطط للغلط اللي جاي. عارف أخطر حاجة؟ إنك توصل لمرحلة تستهين فيها بنظر ربنا ليك. ساعتها مش بس بتخسر حسناتك، أنت كمان ممكن تكون في خطر إنك تختم على قلبك. طب أعمل إيه لو أنا واقع في ذنوب الخلوات؟ أول حاجة، ما تنكرش، اعترف بينك وبين نفسك إنك غلطان. وتاني حاجة، استغفر فورا، وكل مرة تقع استغفر تاني. تالت حاجة، ابعد عن الأسباب، يعني لو بتغلط بسبب الموبايل أو الخلوة غير الروتين ده خالص. رابع حاجة، خاف من لحظة المفاجأة، أيوة، لحظة إنك تموت وإنت بتعمل الذنب ده من غير ما تتوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. يعني لما تحس بالذنب وتتضايق دي علامة إيمان، فما بالك لو الذنب بيتكرر في الخفاء وما بقاش مأثر فيك. خد بالك، مش كل اللي بيغلط قدام الناس فاجر، ولا كل اللي ساكت وساكن من جوه تقي. الميزان الحقيقي هو أنت بتعمل إيه لما بتبقى لوحدك، لما الدنيا تسكت والنور يطفي والموبايل في إيدك. ساعتها قلبك بيختار ربنا ولا الشهوة؟ بيختار التوبة ولا الاستمرار في الغلط؟ ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد اللي بيغلط ويتوب، وبيفرح بتوبته فرحة ما تتوصفش. فلو كنت واقع في ذنب من ذنوب الخلوات، ما تخليش الشيطان يقولك انت خلاص اتعودت. قوم وارجع وابدأ من جديد، وخليك من الناس اللي ربنا وصفهم وقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. يعني بيخافوا ربنا وهما مش شايفينه، بس متأكدين إنه شايفهم. وردد دايما وقول: اللهم اجعلنا ممن إذا خلوا بك استحيوا منك. وفي النهاية لو الفيديو عجبك ما تبخلش على غيرك وشارك الفيديو معاه،